السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو سريع كده قبل ما نبدأ الفيديو. بس كده اول حاجة سريعا سريعا كده نضغط على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، نفعل زر الجرس، نختار كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ننزله، ونحط لايك جميل كده زيكم للفيديو. هنا بقى هنعمل ايه معانا؟ العيش اللي هو البلدي او العيش اللي هو بتاع الافران ده، هنعمل منه البقسماط اللي بيتغلف بيها الكفتة البانيه الحاجات دي. فبدل ما نشتريه من برا احنا بنعمله بحاجة يعني مش طبيعي، موجودة في كل بيت ومتوفرة، ولا بتاخد وقت ولا بتاخد اي حاجة خالص، وطبعا اوفر بكتير وحاجة سهلة تعمليها سريع سريع كده في البيت. هو زي ما شفتوا كده شايفين، ملمسها ناعم خالص زي اللي بتيجي من برا، طبعا افضل واوفر واكتر وانضف وكل حاجة. يعني عشان طبعا حاجة بتتعمل في البيت بتبقى احسن. معايا هنا العيش كده زي ما شفتوا، الكمية اللي انتوا عايزينها، رغيفين 3 4 10 ايا كان. هنولع الفرن الشواية من فوق، الشواية مش هنولع، مش هنحتاج نار من تحت. وهنا كان معايا 4 ترغيفة من العيش. نخلي بالنا اول ما الوش يتحمص كده ويبدأ ياخد لون نقلبه على الجهة التانية. نخلي بالنا يا جماعة، لان مسافة ما الفرن بيسخن يعني العيش ما باخدش حاجة وبتحمر على طول. فاحنا نراقبه كده، نميله من الجهة دي شوية والجهة دي شوية. وش احمر نقلب على الجهة التانية لغاية ما يتحمص معانا. خلي بالكوا يتحمر مش يتحرق. تمام. وبس كده، ده شكله يا دوبك ياخد لون ذهبي كده، وينشف معانا. اهم حاجة يكون نشف، ما يكونش طري. احنا بنحمصه عشان ينشف كده وايه، ويبقى محمص كده وحلو. طبعا حبايبنا اللي وصلوا معايا لغاية هنا ما تنسوش الاشتراك واللايك، اهم حاجة بس عشان نكمل شروطنا كده. هنجيب بقى العيش كده في طبق معانا، هنبدأ ان احنا نكسره. هيتكسر معانا طبعا يعني بكل سهولة، لانه طبعا ناشف ومتحمص في الفرن وحاجة فل الفل يعني. انا طبعا عشان ماسكة الموبايل بايد فبعمل بالايد التانية، انتوا طبعا تمسكوه بايديكوا كده، تكسروه كويس لفتافيت كده صغيرة. بس كده زي ما انتم شايفين. وهنبدأ بقى نجيب المصحنة بتاعتنا، مصحنة او كبة او اي حاجة، بس لو مصحنة تكون افضل من الكبة، لانها بتنعم، يعني بتنعم افضل من الكبة. الكبة هتنعم وكل حاجة، بس المصحنة بتبقى ايه يعني ايه افضل. نضربه كده لغاية ما ينعم، بس نحكم الغلق شوية كده في الغطا بتاع الكبة او الغطا بتاع المصحنة، لانه بيهري كده زي يعني بيهري الحاجات الناعمة دي كده على الخلاط. فخلوا بالكم علشان ساعة ما يلف في الكبة او في المصحنة ما يبهدلش ليكوا الدنيا. هنجيب بقى مصفى اللي هي زي بتاعة اليانسون دي، دي زيها كده بس كبيرة شوية. وهننخله، شايفين اللي بيبقى تحت بيبقى ناعم واللي فوق بيبقى خشن شوية، فعشان كده هنضطر ان احنا ننخله، علشان الفتافيت اللي هي الخشنة دي ما يعني ايه احنا مش محتاجينها في حاجة. احنا عايزين اللي هو الناعم ده عشان يغلف معانا كويس، ويمسك بقى على الكفتة على البانيه على الحاجة اللي احنا عايزين نغلف. وكمان على فكرة البقسماط ممكن نستخدمها في ان احنا مثلا واحنا بنعمل مكرونة بشاميل، نحطها في ارضية الصينية كده بتديها لون وشكل جميل، او بتديها لون ذهبي كده من تحت. ده لو هنعمل مكرونة بشاميل من تحت الصينية مش على الوش. تمام، احنا بنوضح اهو. نخلص بقى الكمية اللي معانا. وادي كده زي ما انتم شايفين، ده كده 4 رغيفة من العيش، العيش اللي هو العادي بتاع الفرن العادي. عمل معايا الشوية دول. انتوا بقى عايزين تكتروا، عايزين تعملوا على قد، بصراحة انا بعمله كده. انا ما ضفتش ليه اي حاجة اكتر من ان هو عيش بس. اللي عايز يبهره يبهره، اللي عايز يضيف له يعني قليل من الملح تمام، بس يا ريت ما يبقاش فيه ملح افضل، لان كده كده الكفتة او الحاجة اللي هنعملها تبقى متبلة ومتملحة وكل حاجة. ده انا بكتفي بيه كده بس، انا ولا ببهره ولا بحط عليه ملح ولا اي حاجة. انتوا عايزين تبهروه مفيش مشكلة، بس على ما اظن اللي بيجي من بره ما بيبقاش متبهر ولا حاجة. شايفين شكله ملمس، تحس ان هو مد على ردة شوية كده بس، يعني مش عارفة الصورة مش مبينة، احاول ان انا اوضحها لكم. بس اهم حاجة يا جماعة بعد ما نسخنه وننخله كويس بالمصفى بتاعة اليانسون، بحيث الفتافيت الخشنة دي نستغنى عنها. وبس كده، اعملوا بقى الكمية اللي تعجبكم، واحتفظوا فيها بيها او فيها في برطمان يكون ازاز محكم الغلق كده،
في باب التلاجة وسيبوه مع نفسهم مع نفسكم مع نفسه. المهم بص هيفضل عندكم لأطول فترة ممكن. الشوية دول هيكفيكوا هيكفي يعني العمل كمية محترمة من الكفتة، هيفيد منها كمان أي حاجة بقى انتوا عايزين تغلفوا. بس كده بقى عشان ما نطولش مع اننا طولنا برضو. الفيديو خلص، يا رب تكونوا استفدتوا كده. حاجة سريعة عايزاكم تجربوها كده وتقولوا لنا رأيكم، واشوفكم على خير. اهم حاجة متنسوش الاشتراك واللايك. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.